أهلا وسهلا بكم من جديد. لا تنسى الاشتراك فضلا وليس أمرا. خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية تحت شعار لا وقت للراحة في ختام التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت مساء اليوم على ملعب باجو استعدادا لمواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل. واكتفى الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بخوض تقسيمة فنية عقب انتهاء التدريبات البدنية، خوفا من تعرض اللاعبين للإرهاق في ظل وصول البعثة إلى غانا مساء اليوم. وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا مساء اليوم استعدادا لخوض لقاء دريمز المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من الكابتن حسين لبيب رئيس النادي، وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة. وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من حراسة المرمى محمد عواد، معاذ علاء الدين، عبد الرحمن نفاد. خط الدفاع عمرو جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، ياسر حمدي، أحمد فتوح. خط الوسط نبيل، عماد دونجا، محمد شحاتة، أحمد حمدي، زياد كمال، ترافيس موتيابا، إبراهيم النداي، محمد عاطف، سيد عبد الله نيمار، مهاب ياسر، محمود عبد الرازق شيكابالا، مصطفى شلبي، أحمد مصطفى زيزو. خط الهجوم سيف الجزيري، ناصر منسي، سامسون أكينيولا.